أهلا بيكم في فيت زون. في السلسلة دي هنعمل تمارين بوش لبناء عضلات الصدر، الكتف والترايسبس بشكل صحيح. يلا نبدأ. لو عايزين تبنوا عضلاتكم بشكل صحيح وتوصلوا للفشل العضلي، دوسوا على زر الاشتراك دلوقتي وهوريكم التمارين اللي هتفرق معاكم فعلا. هنبدأ بتمارين الصدر chest exercises. أولاً صدر علوي upper chest. تمرين الانكلاين بنش بريس 4 مجموعات من 8 إلى 12 عدة. حاولوا توصلوا للفشل العضلي في آخر 2 من العدات. أهم حاجة تتحكموا في الوزن وتنزلوا ببطء علشان تستفيدوا أكتر. كمان عندنا تمرين انكلاين دمبل فلاي 3 مجموعات من 10 إلى 12 عدة. التمرين ده ممتاز لتمدد عضلات الصدر العلوية وتنشيط ألياف جديدة. ثانياً صدر سفلي lower chest. تمرين الديكلاين بنش بريس 4 مجموعات من 8 إلى 12 عدة. استهدفوا الفشل العضلي في آخر 2 من العدات. ومعاه تمرين كيبل كروس اوفر لو بولي 3 مجموعات من 12 إلى 15 عدة. التمرين ده ممتاز لتشكيل عضلات الصدر السفلية. نيجي بقى للكتف shoulder exercises. بالنسبة للكتف الأمامي front shoulder. تمرين دمبل شولدر بريس 4 مجموعات من 8 ل 10 عدة. حاولوا توصلوا للفشل العضلي في آخر 2 من العدات. وكمان دمبل فرونت ريز مجموعات من 12 عدة. مهم تتحكموا في الحركة وتبعدوا عن الزخم. أما الكتف الجانبي lateral shoulder. تمرين دمبل lateral raise 4 مجموعات من 12 إلى 15 عدة. ركزوا على شد العضلة كويس. وكمان cable lateral raise 3 مجموعات من 12 إلى 15 عدة. ده تنويع بيدي تحفيز مختلف للعضلة. ونختم بتمارين الترايسبس triceps exercises. التمرين الأساسي هو triceps dips 3 مجموعات من 10 إلى 12 عدة. حاولوا توصلوا للفشل العضلي في المجموعة الأخيرة. والبديل هو rope push down 3 مجموعات من 12 إلى 15 عدة. تحكموا في الحركة عشان تحصلوا على أفضل تحميل. نصيحة مهمة، الفشل العضلي معناه إن العضلة تعبت جداً وما قدرتش تكمل. لكن لازم توصلوا له في آخر عدتين بس، مع الحفاظ على التقنية عشان تتجنبوا الإصابات. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة، واستنوني في فيديو تمارين بول وباقي السلسلة.